بطلي تجلدي نفسك. هتقولي لي ازاي يا ست رشا؟ هقولك، هاتي قهوتك وتعالي. لو أول مرة تشوفيني، أنا رشا، وأنا هنا عشان أقولك على حاجات يا ريتني عرفتها وأنا صغيرة، كانت هتفرق معايا كتير في قرارات بقى، في تصرفات، في غباء كتير حصل. ما علينا. مش هخبي عليكي حاجة، ودي سلسلة بيني وبينك أو بيني وبينك. الكلام يمشي للرجالة والستات، بس أنا بعز الستات شوية أكتر. تعالي بقى نعمل خطوات عشان نبطل جلد الذات. أول حاجة، بطلي تقارني نفسك بحد. مش مسموح لك تقارني نفسك بحد. البني آدم الوحيد اللي مسموح لك تقارني نفسك بيه هو انتي بتاعت امبارح. غير كده بصي في ورقتك، كل واحد له سكته وله امتحانه وله رحلته. ما تقارنيش نفسك بحد. تاني حاجة، انتي كفاية زي ما انتي كده، بكل اللخبطة، بكل عدم الكمال اللي احنا فيه. انتي كفاية، من غير إنجاز، من غير تو-دو ليست، من غير دوشة. لازم تقولي لنفسك كده كل يوم، أنا كفاية. مش معنى كده إن إحنا مش هنحسن نفسنا، أو لو عندنا مشاكل أو حاجات محتاجة تتصلح ما نصلحهاش. هنصلحها، بس بنصلحها وإحنا بنحب نفسنا، مش وإحنا بنعاقبها. بنصلحها من مكان فيه حب، مش مكان فيه جلد ذات. تالت حاجة، اقبلي المدح يا ست الكل. اقبلي المجاملة. لما حد يقولك برافو، قولي في نفسك أنا شاطرة. مش يا ترى هو بيقول لي برافو ده بيتريق، ده مش عارف ايه الحاجات بقى اللي احنا عارفينها دي. لما حد يقول لك شكرا، قولي العفو. ما تقوليش ما عملتش حاجة. لما حد يقول لك شكرا، قولي العفو، ما تقوليش ما عملتش حاجة. والنبي يا شيخ بلاش إلهي تنستر دي، انتي مش بدرية طلبة. رابع نقطة، غلطتي سامحي نفسك. احنا بشر، الغلط جزء من طبيعتنا، جزء من تركيبتنا. المهم نتعلم منه وما نتماداش فيه. الغلط موجود عشان نتعلم وعشان ما يتكررش، مش عشان نجلد نفسنا. ده ربنا بيسامح يا شيخ. خامس نقطة، احتفلي بإنجازاتك مهما كانت صغيرة. عارفة الصوت اللي في دماغك اللي دايما بيكسر مقاديفك؟ ما تصدقيهوش، صدقيني بيكذب عليكي. بدليه بصوت تاني بيقولك ان انتي اشطر كتكوت. خلي الصوت ده عالي شوية، حبة بحبة. الصوت اللي بيكسر مقاديفك صوته هيوطى، ويفضل الصوت اللي بيقولك انك اشطر كتكوت. رقم 6، كوني نفسك، ما تقلديش حد. ما تتصنعيش او تدخلي في قالب مش بتاعك عشان تعجبي. لو اللي حواليكي ما حبوكيش زي ما انتي كده، يبقى مش هيحبوكي. لو الكلام فرق معاكي، سيبيلي كومنت وقوليلي هتبتدي بأنهي خطوة في دول. ولو تعرفي صديق أو صديقة عنده نفس المشكلة، ابعتيله الفيديو. أشوفك المرة الجاية.